على فكرة اللي موجودين على السوشيال ميديا اليومين دول مش فشلة، اللي زي سوزي وزي مساجدة وزي مكة وهوب ادينا فولتر وكم واحد من الناس اللي بتقدم محتوى فاشل ومحتوى هايف ومحتوى لا اي 30 لازمة. الناس دي مش فاشلة. عارف ليه مش فاشلة؟ مش فاشلة لانها قدرت تعمل فلوس من ورا اللي بتعمله، قدرت ان هي تشتهر من ورا اللي بتعمله. احنا اللي فشلة. ليه فشلة؟ عشان احنا بنتابعهم، عشان احنا بنديهم مشاهدات، عشان احنا بنعمل لهم لايكات، عشان احنا بنعمل لهم شير، عشان احنا بنعمل لهم حاجات كتير زي كده وهم بياخدوا فلوس على قفانا. تمام؟ ده اسمه الفضا. الفضا بتاعنا احنا اللي مخلينا متابع الناس دي، والناس دي راقت على حسك وحسي وحس كل ست بيت قاعده في البيت بتتفرج على الناس دي. الناس دي راقت ومعاها فلوس وبيروحوا يصيفوا في الساحل وبيطلعوا بره مصر يعملوا اعلانات لمطاعم ولشركات بره ومطاعم هنا في مصر وكلام زي كده. الناس دي مش فاشله، خد بالك الناس دي ناجحه. نجحت ان هي قدرت تعمل فلوس من ورا محتوى فاشل. نجحت ان هي قدرت تعمل فلوس من ورا محتوى فاشل. هما بيتعبوا على فكره، الكلام مش بالسهل، مش على قد الدقيقتين اللي انت بتشوفهم، لا الكلام تعب. زي ما انا بتعب برضه عشان اقدم محتوى بتاع المطبخ اللي انا بعمله، انا بسهر طول الليل بفضل اكتب في حاجات وقصص كده. فالناس دي برضه بتتعب على الكلام ده. فانت بتشتكي من ضيقه الحال، بتشتكي من الدنيا مش مظبوطه معاك. اتكلمت في فيديو قبل كده قلت بدل اللي انت بتيجي من الشغل الساعه 5 وتفضل قاعد في البيت لغايه الساعه 12 بالليل، وانت يا ست الكل بدل ما بتقعدي تتابع ام مكه وهوب ادينا فولتر ومساجده وسوزي البت اللي كانت بتتخانق مع ابوها واشتهرت على حسكم من قله ادبها على ابوها، اشتهرت وبقت بلوجر وبقت الناس تجيبها في مطاعم وناس بتجيبها في الافلام بتاعتها تعمل لها دعايه الافلام بتاعتها، نجوم مشهوره جابت سوزي عشان تعمل لها دعايه للفيلم بتاعها. بص بقى، فاستغلوا قعدتكم على التليفون بحاجه محترمه ان انت تستفاد من التليفون. خش على شات جي بي تي اتكلم معاه، خش قول له انا عايز اعمل محتوى من البيت، عايز اعمل محتوى يفيدني. هتروح وتيجي وتتكلم معاه وهيديك افكار ويديك اوبشنات ويتكلم معاك وهيديك فرصه ان انت تبقى زي الناس دي، بس تقدم محتوى محترم. مش هتقدم محتوى فاشل زي الناس دي، هتقدم محتوى محترم. وممكن كمان ما تطلعش بوشك، يعني مش شرط تطلع بوشك، الموضوع في السهل. فاحنا ما نقولش على الناس دي بتعمل فلوس من الهوا والناس دي ملهاش لازمه، وفي الاخر احنا اللي بنتابعها واحنا اللي بنجيب لهم فلوس واحنا اللي بنعمل لهم لايكات ومتابعات. تابعوا الناس اللي بتفهم، تابعوا الناس اللي عندها قيم، تابعوا الناس اللي هتفيدنا، تابعوا الناس اللي عيالنا يستفادوا منها. انا ايه فايدتي اما بتفرج على واحده بتقل ادبها على ابوها بتقعد انا اسف تعمل حركات ببقها وتشتم وكلام غريب كده، وواحده تانية بتقعد تشرشح وتشتم الناس وصوت عمي، وواحده تانية بتقعد تقول لك هوب ادينا فولتر، والتالتة بتاعت الفسيخ. انا ما بعيبش فيهم، بس احنا خلي فكرك كبير، تابع اللي يفيدك، تابع اللي انت تستفاد منه. عايز تعمل محتوى محترم، في ناس كتير بتتكلم عليه، في ناس كتير بتتكلم على المحتوى، تعمل محتوى ازاي، تعمل فيديوهات ازاي، في ناس كتير بتتكلم على الموضوع ده. تابعوا اللي يفيدكم، تابعوا اللي ينفعكم، تابعوا اللي تستفاد منه. ما تضيعش وقتك على الفاضي، ما تضيعش وقتك في حاجات هايفه. حاول تعمل فلوس من تليفونك، تليفونك اللي في ايدك ده هتجيب منه فلوس، بس انت شغل دماغك، ما تقضيهاش فيديوهات 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 وانت مش فاهم حاجه وتعبان وعمال تقول الظروف، وانت تقول الظروف والبيت والدنيا والعيال والكلام ده كله. انت لو شغلت دماغك شويه هتطلع لك ب 3 4000 جنيه كل شهر هيسندوا معاك. شغلوا دماغكم. السلام عليكم.